مساء الخير. عاوز اوريكم بس فيديو عشان بس نفهم العيال البهايم اللي طلعت تتكلم وتنظر على الجيش المصري وتقول هما الجيش الاسرائيلي دخل رفح ومش عارفين ان في رفح دي اصلا فيها رفح مصرية ورفح فلسطينية. انا عاوز اوريهم بس الفرق كده عشان بس نوري شوية البهايم اللي بيقولوا هم دخلوا المعبر ودخلوا الحدود المصرية. ادي المعبر الفلسطيني، ده معبر رفح الفلسطيني، وادي معبر رفح المصري اهو رفح. ادي المنطقة اللي دخلتها الدبابات الاسرائيلية. ايوه ده المعبر اللي دخلته القوات الاسرائيلية، ملوش علاقة خالص بالمعبر اللي بتاع مصر يعني. وادي الحدود، ادي الحدود، وادي ايه محور فيلادلفيا. هو ده كل ده كده محور فيلادلفيا، كل دي الحدود المصرية. القوات الإسرائيلية ما دخلتش الناحية دي نهائي نهائي نهائي. هم جم دخلوا المعبر ده ولكنهم ما حدش فيهم يستجري يقرب من هنا. فاهمين يا شوية بهايم؟ فأي واحد ينظر علينا، لا تعالى اوريك انت بقى عشان تعرف الفرق. ادي الفرق، بص يا حمار منك له. ادي معبر رفح المصري، وادي معبر رفح الفلسطيني، وادي محور فيلادلفيا اهو. هم بقى الكيان احتل هنا، احتل المعبر الفلسطيني. ركز على فلسطيني مش مصري عشان بس محدش يجي يقول لك ده رفح. لا، رفح الفلسطينية مش المصرية. فياريت اي حد يتكلم يعني عن علم، بلاش جهل.